ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل تورتايه كده على قدنا، يعني مش هنفتكس فيها اي حاجه. دلوقتي انا معايا كوبايتين ونص دقيق، وهنا ملح، بنحط رشه ملح، ومعلقتين كبار نشا، ونص كوبايه زيت، وكوبايه لبن، وكوبايه سكر. في اللي بيحط كوبايه وربع، بس انا بحبها كوبايه بس. وهنبقى محتاجين معلقه كبيره خل، وكيس كيك شيف، واربع بيضات. دلوقتي احنا هنخلط المكونات الجافة مع بعضها. حطيت رشة ملح، وادي معلقتين نشا، وكيس الكيك شيف، وهنخلط وننخل كله مع بعضه كده. هنخلط كله كده مع بعضه. دي المكونات الجافة. حطيت رشة ملح، ومعلقتين نشا، وكيس بيكنج باودر اللي هو كيك شيف. دلوقتي هنحط السوائل كلها مع بعضها، نركن ده على جنب. الاربع بيضات، ونسيت اقول لكم على الفانيليا. هنحتاج نص معلقه فانيليا، ومعلقه كبيره خل، وكوبايه السكر. هنضرب، بصوا دي سهله جدا، هنضرب كله في الخلاط. اه معلش، في شويه، انا اللي حطيت المعلقه غرقت الدنيا، معلش. وهنا هنحط نص كوبايه الزيت. هنا يا جماعه انا حطيت كل السوائل، ونسيت اقول لكم على الفانيليا. حطيت كيس فانيليا، ونص كوبايه زيت، وكوبايه اللبن، وكوبايه السكر، واربع بيضات. واخلطهم كلهم مع بعضيهم، ونرجع اعرفكم احنا هنعمل ايه تاني. هنا يا جماعه انا هحط السوائل كلها، وتقلب بالراحه. يا ريت التقليب يبقى على جهه واحده. ونكون مجهزين الفرن. عايزينه يبقى عالي جدا، يعني يا ريت يبقى 180. نظبطه على 180، وندهن لو ما عندناش ورق زبده ندهن الصينيه نقطه زيت كده. بصوا نقلب لحد ما نشوف ان مفيش اي خرز، نطلع الهواء. هيبقى قوامها عامل كده كده. بصوا في فقاعات كده كده تثبت ان المعيار مظبوط. لحظة اجيب سباتولا. هنا بلمه كله. هي كده هتطلع هشة وخفيفة. بصوا نخبطها خبطة خفيفة كده، وهندخلها يا دوبك 40 دقيقة. خدوا بالكم بس من الفرن.
بصوا يا جماعه، احنا هنعمل دلوقتي الكريم شانتيه الجاهز. هنحط كيس، انا ما بحبش السكر الكتير عامه، فهحط معلقه سكر. هو المفروض بيتحط له كوبايه يعني. واللبن لازم لازم يبقى ساقع جدا، يعني ممكن قبلها مثلا بربع ساعه تحطيها في الفريزر. وشويه فانيليا نص معلقه، انا بحط بالويم كده لان انا عارفه المعيار. وهنضرب، هي هتاخد مثلا 4 5 دقايق بالمضرب العادي اللي هو الكهربائي برضو، على سرعه متوسطه، وبعدين نسرع شويه. شويه بشويه كده لحد ما يبقى خليط متماسك معانا، نسرع شويه بشويه. لما يتماسك هرجع له. بصوا يا جماعه، انا هفتح اهو. بصوا بقت عامله ازاي. هو دوت السمك اللي احنا عايزينه، ان هي لما نيجي نرفع المضرب ما تنزلش، ما تبقاش سايبه مننا. بعد كده هنحطه في التلاجة ساعة، ساعة كاملة كده، بعد ما الكيكة تبرد وكل حاجة، علشان يتماسك اكتر. بعد كده هنحطه بقى على الكيكة، وهوريلكم اول ما اجي اعمل كده. هنا يا جماعة ادي الكيكة بعد ما طلعت من الفرن، قعدتها ساعة. وهنا ده الكريم شانتيه، وجايبة كمبوت، وده فارماسيلا، ودوت صوص كراميل. هنبتدي بقى ننزل. بص القوام عامل ازاي. هنفردها على الكيكة. عندكم بقى اي فاكهة حطوها عليها. انا ما كانش عندي الا كمبوت النهارده بصراحة. بصوا انا حاولت افرد على قد ما اقدر بقى، وكان عندي شوية لوز هحطهم هما كمان. عايزين بس هنفرد صوص الكراميل كده حلو قوي. نحاول بقى نحط كده على الوش. عايزه تحطي نصها اوكي عادي، عايزه تحطي كلها ماشي، على حسب ما الاولاد بيطلبوا يعني. انا هنا هسيب جزء صغير عشان بنتي مش بتحبه قوي، او مش هسيب، هي هخليها بقى تبقى تشيل. نحاول بقى نفرق اللوز كده. هي حاجة كده تبسط الأولاد. ولو عايزين نحط بقى شوية فرماسيلا خفاف.
بس كفايه. ودي بقت النتيجه، شكلها حلو قوي. لا وطعمها رائع، جربوها وعايزه رايكم. يا ريت ما تنسوش اللايك لو انتوا وصلتوا لحد هنا، وتشتركوا وتفعلوا الجرس، وكومنت حلو كده منكم. ويلا باي باي.